كتير مننا بيفتكر ان الكلى دي مجرد عضو بيتخلص من المية الزيادة في الجسم او المواد السامة فقط، لكن الكلى دي عضو مهم جدا في الجسم، بيعمل كمهندس لضبط كيمياء جسمك من كل حاجة. تعالوا نشوف اغرب 5 معلومات عن الكلى اكيد ما كنتوش تسمعوا عنها قبل كده. يلا بينا. لو انت مريض ضغط والضغط مش بيتظبط عندك، سواء مظبط اكلك او بتاخد ادويتك في ميعادها والضغط مش مظبوط، السبب الرئيسي ممكن تبقى الكلى، لان الكلى بتفرز هرمون اسمه الرينين، والرينين ده هو المسؤول عن انقباض وانبساط الشرايين. فلما بتكون في اي مشكلة في الكلى والهرمون ده مش متوازن او مش بيحصل له افراز بنسبه المحددة، ده بيتسبب في رفع ضغط الدم على طول. لو عندك أنيميا حادة وجربت كل أنواع العلاج، سواء حديد، سواء العناصر المساعدة زي النحاس والزنك والفوليك أسيد وفيتامين بي 12، ونظمت أكلك وبتاكل حاجات فيها حديد، ومع ذلك الأنيميا حادة عندك ومش بتتعالج، فربما يكون السبب في الكلى، لأن الكلى بتفرز هرمون اسمه الإريثروبايتين. الإريثروبايتين ده هو الهرمون اللي بيروح لنخاع العظام وبيقوله اصنع كرات دم حمراء. فلو لو الكلى فيها كسل والهرمون ده مش بيفرز بكميته المناسبة، فالمصنع اللي هو نخاع العظام ده بيقف عن انتاج كرات الدم الحمراء، ومن ثم بيبقى عندك انيميا حادة ومش بتتعالج. المعلومة اللي هتفاجئكم ان فيتامين د اللي بناخده سواء من الشمس او من الاكل او من المكملات الغذائية ملوش اي لازمة لو ممرش على الكلى. الكلى هي اللي بتحول فيتامين د للصورة النشطة عشان الجسم يستخدمها، لكن لو في مشكلة في الكلى ومش بتحول فيتامين د للصورة النشطة، هتفضل ممكن تصاب بهشاشة العظام مهما كنت بتشرب لبن او بتاخد كالسيوم او فيتامين د او بتقعد في الشمس كتير. فلو بتاخد فيتامين د ولسه عندك نقص شديد فيه، دور على الكلى. هل تخيلت شغل الكليتين عندك بيبقى ازاي؟ الكليتين يوميا بيفلتروا حوالي 180 لتر من الدم، يعني دمك بيعدي على الكلى كل يوم حوالي 40 مرة في ال 24 ساعة. هل تخيلت الشغل العظيم اللي بيقوموا بيه عضوين في حجم قبضة اليد؟ في عرض خطير جدا الناس بتتجاهله، وهو وجود الرغاوي الكتير في البول او في اليورين، وده دي حالة اسمها البروتينوريا او وجود بروتينات في اليوريا، ومعناه ان الكلى ابتدت تسرب بروتينات مهمة من الدم، ودي انذار مبكر لازم نحطه في وضع الأهمية وندور على الكلى ونعمل فحص شامل ونشوف لو في مشكلة او كده نلحقها بدري. لو اول مرة تشوفوني انا دكتور آلاء، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم اصحاء، سلام.